السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر بالمعاطي وممنوع من العرض. فيلم الليلة فيلم الأقدار الدامية. فيلم يعني تدور أحداثه يعني من أيام الملكية وحرب فلسطين والنكسة. بطولة يحيى شاهين، اللي هو البطل، اللي هو حلمي باشا، ومعاه مراته نادية لطفي، وفي نفس الوقت موجود بنتهم وابنهم احمد محرز، ده جزائري، والتانية اسمها فاطمة بالحاج اللي هي علية. دي دخل جنسيات في الفيلم كمان يعني. بتدور احداث الفيلم بقى ان هو ايه حلمي باشا اللي هو يحيى شاهين هتجيله تعليمات ان هو يرجع للخدمة تاني، ويمسك مش عارف قائد ايه عشان خاطر يروحوا حرب فلسطين، ولازم يروح الاقصر يقابل وفد انجليزي كده يسهروا معاه. الوفد ده كان فيه واحد اسمه كمال. كمال ده كانت عينه من مين؟ من نادية لطفي اللي هي مرات يحيى شاهين. المهم يحيى شاهين يوم بدل ما يروح بقى المكان بتاعه ده، خد ابنه كمان معاه، وابنه اتطوع معاه وقال له انا رايح حرب فلسطين معاك. احمد زكي له دور خايب كده في الفيلم برضه، يعني واحد من ابناء الصعيد بقى. والعيال اللي هم اتاخدوا يلا 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 على الحرب، يلا على الحرب، ده احنا ايه. والملك لما قالها كان قالها ايه؟ طالعين في نزهه، سوف نلقي باسرائيل في البحر، ونعتبرها نزهه لمده اسبوعين. طبعا التاريخ اثبت بعد كده ان احنا تهزمنا، وان احنا يعني كانت نكسه بالنسبه لنا فعلا يعني. طبعا حلمي باشا بقى هيرجع من بره، هيكتشف ان مراته كانت بتخونه مع كمال. واللي هتقول لها واللي هيفتن عليها بنتها. ف يحيى شاهين هيموت من صدمته، من الصدمه. يجي بعد كده سعد اللي هو ابنه بقى، اللي هو احمد محرز ده، هيرجع من الحرب. هتقول له ايه؟ امك هي السبب في اللي عمله ابوك، وعملت كذا وكذا وكذا وكذا، وبتخونه، وكانت بتخون مع ايه؟ مع كمال. وهترتب قاعده فعلا ما هي كمان، وتويه بعينه، وهيشوف بعينه امه وهي داخله عند كمال في اليخت بتاعه، او في العوامه بتاعته. هيستنى لغايه لما تطلع، ويقوم داخل هو قاتل كمال، وكده استريح. هيرجع يقول لهم ايه لامه بقى، يقول لها هنعيش بقى مرتاحين وخلاص، انا قتلت كمال. نفاجئ ان هي كمان هتقتل نفسها او هتموت. نادية لطفي. بعد كده يبقى مين الوليد؟ بعد كده محدش عارف. بعد كده جه سعد، مش عارف، سافر هو كمان عشان الحرب. تيجي هي عليا من هنا، عايزه تتجوز، كانت تتجوز شخص ما وسابها، لانها ايه؟ هتطلع يعني فيها طبع المؤامرات زي امها وزي ابوها. ف الاقي لقطه غريبه في اخر الفيلم، انها ايه يعني، السايس بتاعها هو اللي هي ايه، هياخدها، وهي يعني هيمارسوا وظيفه بقى مع بعض وكده، ويخلص الفيلم على من هذا المنطلق. هل معناه الفيلم ده كده؟ لا، هو الفيلم هنا يعني ايه، افلام خيري بشاره كلها، المخ خيري بشاره كلها افلام معقده شويه. هو عايز يقول لك هنا ان الوطن سقط، سقوط الوطن ام سقوط مجتمع؟ لا، هو سقوط مجتمع. عايز يقول لك ان في هذا الوقت جميع البشوات وجميع البهوات وجميع الناس العاليه، الطبقات العاليه كلها وقعت، وقعت بفعل فاعل. ومين بقى وقعت فين كمان؟ تحت اقدام مين؟ تحت اقدام مين؟ خ... ايه، خدامينهم. الجنايني. زي بالظبط في فيلم انجي رد قلبي. عايز يقول لك ان في هذا الوقت في الذات تحول كل من هم اصحاب نفوس واحتكار وملايين واراضي و الى فقراء، او اختفوا، واصبح خدامينهم هم اللي مسكوا السلطه، او مسكوا الثروه دي كلها. وفعلا دي حقيقه هي اللي حصلت. فعايز يقول لك ان يعني المجتمع اتقلب. ده حصل فيه سقوط للمجتمع وليس سقوط الوطن. هو تعتبر سقوط لكل حاجه بصراحه يعني. هي كانت فتره وحشه جدا 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 على مصر يعني. وهي دي الحقيقه فعلا، مش هنقدر نخبيها، لان كلهم يعني الناس كلها عارفه الكلام ده. قد ايه كان باشا كان كبير. وبرضه لما نيجي نتكلم بعد كده
في 52 لما برضه الثوره قامت، ونفس القصه، نفس القصه برضه. العجله بتلف، اللي بيفضل غني غني هو اللي بيطلع الفقير فقير. آه، اعزائي المشاهدين، ارجو ان ينال الفيلم اعجابكم. معلش هو التصوير بتاعه وحش جدا 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 جدا، بس نحمد ربنا ان احنا لقينا فيلم زي ده. فيلم يعني عمل نبض، او اداك اشاره، او اتكلم عن حاجه. انا مش عارف هو ليه اساسا يعني الاخ بتاع الجهاز، ولا الاخ الشخص اللي كان بيسرق الحرامي بتاع الافلام كان بيعمل الكلام ده يعني. هو شخص ناقص الفيلم اللي هيدعو ما فيش اي حاجه يعني. هو عشان خاطر احمد زكي مثلا مات بره، اللي هو لما مش ما فيهاش حاجه. ما في ناس كتير، الناس كلها عارفه الكلام ده، وعارفه ان الناس كتير استشهدوا هناك في حرب فلسطين يعني. مش عارف كان بيختار الافلام بناء على ايه، او كان ايه هو الاساس بتاعه اللي كان بيطبقه على الافلام، من حيث ان يخليها توزع او تنتشر، او يخبيها ويداري عليها وتخش عنده في الايه، في الخزنه. هو كان ليه طبع، وهو كان ليه دماغ، بس كانت دماغ زباله. معلش احنا لا، انا طبعا احنا كله بيحققه، وهو لازم يتحقق، لان اللي منع نمو السينما المصريه بالحكايه دي، حرام عليه اللي عمله فينا يعني. وطبعا بيتخيل الفيلم بقى كل شويه اخبار بقى عن مصر، واللي كانت بيحصل في مصر سنه 47 48، لغايه لما توصل لغايه فين، 67. فلا تعديل لسعر الجنيه ولا حتى الافلام اللي كانت بتتعرض اياميها، جزيرة الأحلام، طريق العدالة، والحاجات دي من جوه الفيلم. أرجو أن ينال الفيلم إعجابكم، وفي انتظار آرائكم وتعليقاتكم. سعيد جدا بيكم والله، وسعيد فعلا ان انا لقيت فيلم زي ده. يعني دعبسنا عليه لغايه لما جبناه. وارجو انه يعجبكم، بس ما تزعلوش من التصوير. هو كده، هو يعني كان خلاص يعني الفيلم تحس انه متحمص يعني. ده كان جايب اخره خالص، متحمص بمعنى كلمه متحمص يعني. ده نحمد ربنا ان احنا يعني ده اعلى تفتيح للشاشه، واعلى حاجه ليه. زي ما يكون الفيلم ده يعني قديم فعلا، بس الفيلم ايه ما خدش حقه في المونتاج كويس، ما خدش حقه يعني حتى في طريقه حفظه. فعشان كده طلع بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بس هو كفيلم قصه حلوه، ونهايته برضه هتبقى حلوه. لما تلاقي عليا دي يخش عليها في الاخر مين؟ السايس بتاعها، والخدام بيركب، والسيد بينزل، وسبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء. شكرا لكم جزيلا اعزائي المشاهدين، في انتظاركم بآرائكم بتعليقاتكم، منك ومن غيرك ومن حبايبك وأصدقائك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم تامر أبو المعاطي، وممنوع من العرض. شكرا جزيلا لحضراتكم.